السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله البنات تكونوا كامل بخير. الوصفة تاع اليوم كما راكم تشوفوا، هذه الوصفة رائعة تاع الصابلي بشوكولا، يعني شوكولا البيضاء وشوكولا السوداء. يعني طريقة رائعة جدا، بنة يعني فوق، يعني خارقة في البنة، بزاف بزاف بزاف. اذا ندوزو شوفوا معايا الطريقه تاعها، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم، وتشجعوني باللايك والاشتراك في القناه، وماذا بيا تحطوا لي تعليق محفز. اذا نشوفوا الطريقه تاعها. هنا بالنسبه للزبده او المارغرين، هنا درت 250 غرام تاع زبده تكون طريه، سلا حوالي 30 ملي تاع الزيت، حوالي 3 ملاعق كبار تاع الاكل. هنا بالنسبه للسكر انا درت، يعني دائما تعملوا نص كميه تاع المارغرين السكر، يعني ولا درتو 250 غرام مارغرين، الدهان ديروا 125 غرام تاع السكر. انا واش درت يعني كما راكم تشوفوا نص هنايا، شوفوا يعني سكر عادي، سكر كريستاليزي، وكملته بسكر كلاص، يعني درت حوالي 50 غرام تاع سكر العادي، وكملتها بالسكر الناعم يعني سكر كلاص، يعني اونتو عندي 125 غرام. انا نقص شويه، نديرو نص، نقص شويه مادام حنت ليهم الشوكولا، درتها حوالي هكاك 120 غرام تاع السكر. هنا نسحق 2 حبات بيض نديرهم كاملين، نسحق لافاني، عندي لافاني وعندي تاني بيكين باودر، ندير غير شويه ما نديرش بزاف. هنا بالنسبه للفارينه درت 4 كيسان، هذا كاس يعني عادي تاع 250 ملي تاع الماء، عمرتهم يعني داولي 120 غرام، درت 4 كيسان. دوك نشوفوا لا تخص، مش كيتش تخصني لاني موافقه نستعملها. وهنا عندي حوالي 50 غرام تاع مايزينا، ما نديرش بزاف، درت 3 ملاعق تاع الاكل، يعني ماشي معمر بزاف. هذه هي. هنا انا حنخلط في البيتخان، ولا تعجبني يعني طريقه تاع البيتخان تجي سهله، وتخلط لك مليح الخلط تاعك، الخليط تاعك. الا ما عندكش بيتخان عادي يعني تقدروا ديروا بيديكم كما كنت نديروا زمان. فوالا دوك ندير الزبده، ندير السكر، سكر كلاص. شوفوا اني كملتوني بسكر عادي. علاه دوكا درت انا سكر العادي هكا باش يخرج لك شويه الخليط تاع الاخر، راح لي اعوذ بالله، الصابلي ديالك باش يجي مقرمش، يجي يتقرمش شويه. فوالا نزيد له الزيت ونزيد البيض، ندير 2 حبات بيض كاملين. فوالا نزيد البيض، دوك هنايا نديرو باش يتخلط. انا نحب نديرو في البيتخان هكا يساعدني، يعني ولفت ندير هكذا احسن. تحبوا ديروا بيديكم طبعا، تقدروا. نخلطو مليح حتى يشوفوا يعني كيفاش يولي، يعني اللون هذاك البيض يعني يطلع مليح، يتخلط كلشي سورتو الزيت اذا درتو الزيت. فوالا شوفوا تولي كريمه يعني بيضه. وبعد نبدا يعني الحاجه الاولى اللي نديرها، ندير مايزينا، هذيك 50 غرام تاع مايزينا، ونبدا ندير فارينه، وندير بيكين باودر، قبل ندير لافاني ملعقه تاع لافاني، وندير ملعقه تاع بيكين باودر، شوفوا يعني ربع ملعقه تاع القهوه. وباش نخلطها نحي هذاك الضرب، ندير هذايا، هذا تاع الكا هذاك تاع لي كيك، فوالا هذايا. ونبدا نخلط فيها. هنايا راني مجريه الفيديو، لكن خلطوها غير بالعقل، يعني رقم السرعه رقم 1 ولا 2. انا راني مجريه الفيديو حتى نتحصلوا على العجينه تاع الصابلي. فوالا درت الفارينه، شوفوا شحال بقات لي، بقات يعني حوالي نص كاس. بعد ما خليتها ريحت كامل واحد الساعه هكذاك، ومن بعد جست باش نبدا ندير نحل العجينه ديالي، نحل غير بشويه. كون شفتوا المول اللي درتو غير شويه صغير، لان راح يعني ندير له شوكولا من الفوق حتى تكبر، وما حبيتهمش كبار، يجوا غير شويه هكا مطحوفين. حلوا العجينه تاعكم، حلوها كيما الاخر تاع الصابلي العادي، يعني سك حوالي 0.5 سنتيمتر. ما تنسوش دوك العجينه كي طيب راح تزيد تكبر تانيك. فوالا دوك نحيهم كامل هكذايا، ومن بعد نديرهم في صنيوه. شوفوا كيفاش يعني السمك تاعها كيفاش يجي، نحطهم في صنيوه. انا راني شعلت الفرن على 170 درجه. بعد ما نعمر الصنيوه تاعي ندخلهم. شوفوا العجينه اللي بقات لي شويه نزيد نكملت لها بجديده، يعني باش ما توليش الاستيكي.
ونحلها. شوفوا كيفاش تجي شابه. العجينه جات رائعه، خصوصا يعني لو تعطوا لها راحه، خلوها تريح، يعني احسن ما تستعملوهاش يعني مباشره. فوالا دوك ندخلها هكذا حتى نطيب. درت لي حوالي هكاك واحد 12 14 دقيقه، وكل وحده في الفوق تاعها. هنا بعد ما كملتهم يعني طيبتهم كامل، يعني حاولوا ما تحمروهمش بزاف من الفوق، من التحت يعني معليش طيبوهم، ما تحمروهمش بزاف من الفوق، باش هكا باش ما يصغروا لكمش. اللي تحمروا بزاف ما يقاضيوش هذاك الشكل تاعهم، يبقى هو. هنايا يعني كنت درت، ما حبيتش غير لان الفيديو طويل بزاف، درت كريمه الزبده، زدت لها شويه تاع لاغوم تاع الفراوله. شوف عطالها شويه لا كولور، شويه باك لاغوم تاع الفراوله باش يعطي له لو غو، برك ما حبيتش هكا كيبان شغل الزبده وحده. درتها في لابوش ونبدا ندير في الحلوه ديالي. يعني نبدا ندير، درتها بلا كريم بور. لما ديروا هذه تاع الشوكولا احسن، يعني باش تجي هكاك تجي شويه طالعه. حاول تكثروا لها شويه، بعد عبزوها، عبزوا شويه برك هكذا باش يعني يجي نفس السمك كامل. شوفوا كيفاش تجي شابه. انا يعني مباشره نط ندير لها يعني الزبده. لا ما خليتهمش يبردوا ولا، لان الجو يعني ديجا بارد بزاف يعني الزبده حاكمه روحها. هنايا اونتر طون راني ندير في الزبده، راني خليت شوكولا باش تذوب. ما ندخلهم ماهوش يعني الصيف ولا باش ندخلهم فريجيدير باش يعني يحكموا روحهم وتحكم لك الشوكولا ولا الزبده، لان الجو اوريدي راهو بارد. فوالا دوك نكملهم كامل هكذا كيما راكم تشوفوا. ومن بعد بيان سور كما قلت لكم ذوبت زبده شوكولا حوالي 150 غرام. هنايا في هذه الشوكولا السوداء 150 غرام، زدت لها حوالي ملعقتين تاع الزيت، وصفيتها هكا باش ما يبقاوليش ساعات يبقاو حبيبات ماشي دايبين، ومن بعد يخسر لك الشكل تاع الحلوه ديالك. صفيتها ومن بعد شوفوا عطات لي فريمون يعني لوك شباب تاع شوكولا. جا شغل هكا ميغوار، جا بزاف شباب. فوالا خليهم هكذايا. نبدا نكلاسي او ميم طون تاني راني ندوب في شوكولا البيضاء تاني، هي ندير لها شويه تاع الزيت. وشنو شوكولا البيضاء درت انا هنايا خرجوا لي حوالي 31 حبه. ودوبت شوكولا بيضاء 200 غرام. هذه شوكولا سوداء 150 غرام. شوفوا كيفاش تجي يعني تجي تبريي تبرق، تجي شابه بزاف. والشوكولا البيضاء قلت لكم دوبت حوالي 200 غرام، زدت لها ثاني ملعقتين تاع الزيت، لان هي الشوكولا البيضاء تاخذ وتبرد يعني تجبد تمتم. يعني عجبتني شويه لان مع الجو تجبد تمتم ماشي كيما الشوكولا السوداء. وتدي شويه يعني كي تبدا تكلاسي يعني ترفد الحبه، ترفد اكثر من اللي ترفدها الشوكولا السوداء في الشوكولا البيضاء. وخبطوها باش الزائد هذاك يحبط، او ميم طون تعطي لها البارق. هنا ولا درت لكم هذاك مبابل بالكوردون برك كيما الاخر الطليه، تقبوه لها وزيدوا خبطوها شويه وتستوي كامل، يعني لا سيرفاس تاعها تولي كامل كيف خليتها تبرد. يعني هي مباشره راح تبرد لي. شوفوا كيفاش تجي تقولوا الطليه جات فريمون شابه ما شاء الله. ودوكا بولا ديكوراسيون ديكوري، كل واحد يديكوري كما يحب. انا هي حبت مولاتها حبت هكا دي روزاس هكا صغار، نحطهم من الفوق. درت هذه الشوكولا البيضاء مع شوكولا تانيك الاخر، هادو هما لي روزاس اللي درت. هذه كميه غير صغيره، اللي ما تكون كميه كبيره واش يخلصهم لك هادو الورود هادو هما باش تبرد. هنا شويه باك درت ناكري دوري شويه، ما عمرتهاش غير هكا ابان يعطي لها غير هكا اللوك شباب. لما حطيتهم فوق جاو شابين. فوالا شوفوا هنايا الشوكولا اللي بقات لي درتها في لابوش صغيره، ونبدا ندير هاد الخطوط باش ندير الاخر هذاك لي روزاس. حقيقه هنا عجبتني شويه الشوكولا البيضاء لان الجو بارد بزاف، كانت ما تحبش تخرج لي مليح من الاخر من لابوش. فوالا نحط لها هذاك الورده وشوفوا تجي شابه بزاف، يعني خصوصا لما درت لها هذيك دوري. شوفوا تجي تعطي له يعني لوك فريمون شباب بزاف.
بنات بليزير حكتوا لهنايا، شجعوني باللايك، ديروا لي اعجاب للفيديو. دوك نكملهم كامل بهذه الطريقه. وميم طون تانيك اني درت هذوك باش لاغو تاع الشوكولا. يعني هنايا المونتاج تخلط لي المونتاج شويه واعر، يعني ياخذ الوقت. شوفوا هنايا الحبه كيفاش تجي بزاف حبه شابه، خصوصا تاع الشوكولا السوداء تجي فريمون شابه. المونتاج بزاف واعر، ساعات ديري تلقاي روحك الفيديو اللي لازم يجي من بعد يجي من قبل. هاوليك هنايا شوفوا بعد ما درتهم في الكيسات يعني جو، يعني العين تاكل قبل من الفم. ما شاء الله جو رائعين، وصدقوني ماشي باك اللوك فريمون حتى الذوق. مولاتهم عجبتها بزاف بزاف بزاف، جوها بزاف بنان، يعني ذوق رائع. ديجا كي شفت الشوكولا بلون عن بالها طليه، قالت لي هذه طليه. خلعت على بالها، درت لها شوكولا نص شوكولا نص بالطليه. لكن فريمون شابين بزاف، رائعين، بنه رائعه. والديكور كل واحد واش يحب يدير ديكور. تقدروا ديروا تاني كمام لي زوتر كولور، يعني بالبينك كيما بالغوز. كنت درت تاني تشوفوها في اخر الفيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. بليز اذا عجبتكم شجعوني باللايك، حطوا لي تعليق محفز هكذا باش يعني تزيدوا تحفزوني ان شاء الله. شوفوا نقطع لكم واحده كيفاش تجي من الداخل، وجات مقرمشه. ما نحبش نعبس على الكاطو، لكن جات فريمون مقرمشه رائعه جدا. هذه هي. ان شاء الله تكونوا عجبكم الفيديو، تكونوا استفدتوا ولو القليل، يعني حتى نتلاقاو مع وصفات اخرى او حلويات اخرى ان شاء الله. ما عليا غير خليكم على خير حتى نتلاقاو مع وصفات اخرى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.